السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا لكم طبعا بجلitch حلو. جلitch القديم، جلitch السرعة. طبعا قبل ما كان يزبط وهلا رجع جلitch السرعة يشتغل. أحبابي، مثل ما أنتم هون شايفين، بنحط قطعة المرقعة في الشنطة وبنخلي قطعة متضررة أول شيء، ونحن بنشيل الدرع وبنحطه بالشنطة. بنكبس تجهيز مثل ما أنتم هون شايفين، نكبس تجهيز. وقبل ما نحط الدرع بالشنطة بنعطي للقطعة تجهيز مثل ما انتم. صارت القطعة المتضررة بالشنطة. شايفين أحبابي؟ طبعا هيك. الأول شيء بدكم تتعذبوا شوي فيه للجليتش، بس بعدين إيدك بتاخد عليه وبتصير سريعة كتير. أحبابي بالله، الجليتش كتير سهل وإيزي يعني. طبعا أول ما بتنزل بتلاقي لك محل فيه. و حتى ايش، حتى ما يكون فيه ناس طبعا مثل ما انتو بتعرفوا، بكون انت عم بتساوي جليتش ويبشوا عليكم الناس، بيقتلوكم ايزي. احبابي بالله، راح ارجع اعدلكم اياه بالتفصيل الممل. الجليتش، انا عندي القطعه انا عندي القطعه احبابي انا عندي القطعه المرقعه مثل ما انتم شايفين في الشنطه. طبعا وهي للمعلومه انه بس تبدلت القطعه ومشي حال الجليتش يعني. القطعه المرقعه هي بالشنطه راح اتركها، ولما افتح لما اشيل الدرع بعطيها بضغط عليها مثل ما انتم هلا هيك شايفين. القطعه عندي مرقعه بالشنطه، بضغط عليها، بحاول بشيل الدرع. قبل ما احط الدرع بالشنطه بعطيه تجهيز. لسه هون ما زبط معي الجليتش، ما زبط هون كمان الجليتش مثل ما انتم هون ملاحظين. بكبس على القطعة مشان ما زبط. طبعا الجليتش حاليا بيعذبك. ليش بيعذبك؟ لحتى انه انت ايدك ما ياخذها على الجليتش، بس بتاخذ هلا هيك زبطت القطعة. القطعة الثانية اعطيها مباشر تجهيز، ما في داعي تشلح الدرع. شايف؟ برجع القطعة المرقعة على الشنطة وهيك ومثله. احبابي، بحط القطعة بالشنطة هيك صار الجليتش. شايفين؟ هي بجهزها، ما في داعي لاشلح الدرع. هاي هون شايف شلون؟ شايفين احبابي؟ الجليتش طبعا بيكون اول شيء كتير صعب لمدة 5 دقائق عندك، بس بعدها ايدك بتاخد عليه وبتصير ايدك سريعة، بصير عندك ايزي. الجليتش بصير عندك ايزي وبتساويه بمدة لا تصل عن الدقيقتين، يعني لا تتخطى الدقيقتين. لاحظوا احبابي، هلا هيك ما زبطت معي، بدي اكبس على القطعة صارت. شايفين؟ والقطعة هي بحطها بجهزها مباشر، ما في داعي لأشلح الدرع. هيك صار عندي الجليتش سريع. هلا بوصل تقريبا سرعة اللاعب تقريبا بوصلها 60 كافي. 60 يعني يمكن ما بدنا أكثر من 60 كافي. 60 بخلال دقيقة واحدة بتلف الخريطة كلها مثل ما انتم شايفين أحبابي. هيك أصدقائي، بتمنى منكم جميعا لا تبخلوا علينا باللايك، واللي مو مشترك في القناة يشترك في القناة. خلينا نوصل 1000 مشترك من بعد إذنكم أحبابي بالله. لاحظوا أحبابي، الجليتش صار عندي ايزي. صرت اساويه بطريقه سريعه مثل ما انتم هون شايفين. طبعا اول شيء راح تتعذبوا. بدك تكون سريع جدا احبابي. القطعه المرقعه، برجع بعيد عليكم، القطعه المرقعه بتعيفوها في الشنطه، وقطعة متضررة بتحطوها أول قطعة من الدرع فوق. قبل ما تشلح الدرع انت بتسحبه على الشنطة، قبل ما تحطه في الشنطة بتكبس له تجهيز. لاحظوا، بتكبس طبعا تجهيز للقطعة. هلا ما زبطت معي أنا، وهيك كمان ما زبطت. لاحظوا هلا، طبعا بدك تحاول فيها بس لحتى ايدك تاخد على شو اسمه، على الجليتش، بتصير عندك كتير ايزي وبتعملها بسرعة فائقة. خلينا نتابع نحن الفيديو. محاولة تانية صارت. هلا القطعة المتضررة ما في داعي لأشلح الدرع وأساويها مثل المرقعة، بحطها مباشر تجهيز. شايفين؟ صارت. المهم الأساس أحبابي، لازم تكون القطعة المرقعة في قلب الشنطة. حتى لو صار معك الجليتش يعني
هلا ملاحظ ثواني، شوفوا شلون بس يصير معي تصير القطعة المتضررة بالشنطة. هلا هيك هي بجهزها مباشر، ما في داعي برجع القطعة المرقعة على الشنطة. وهيك هلا شايفين شلون هي برجع بجهزها. هيك صار معي الجليتش، هيك عم يصير شايفين احبابي. هيك القطعة المرقعة دائما لازم تكون في الشنطة. مثل ما انتم شايفين هون سرعة الحركة صارت عندي تقريبا 19 هلا بتصير. شايفين صارت 19 هيك. اهم شيء القطعة المرقعة لازم تكون في الشنطة. بكبس عليها لحتى اجهزها. بحط الدرع مثل ما انتم شايفين بالشنطة. قبل ما احط الدرع بدك تكون ايدك سريعة، بتكبس تجهيز على القطعة المرقعة لحتى تركب على الدرع، حتى يقلش يعني. وبس صارت قلشت عندك هيك وصارت ايدك سريعة، احباب بالله ايزي مثل ما انتم شايفين صارت. هي بجهزها مباشر القطعة المتضررة. شايفين بوصل المهم سريعا. هلا ما راح شرحت لكم الموضوع احبابي بالله انه كيف الطريقه. راح افرجيكم كيف صارت سرعتي احبابي. بتمنى منكم جميعا اصدقائي لا تبخلوا علينا باللايك، واللي مو مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شيء جديد. طبعا اصدقائي انا هون سويت الجليتش وصار عندي تقريبا سرعته اللاعب 60. شوفوا السرعه عندي احبابي، السرعه فائقه. السرعة مثل 61 مساوية أنا أحبابي. لاحظوا يعني الخريطة كلها فيك تساوي 100، بس المية إذا نطيت نطة من مكان مرتفع شيء بسيط ممكن يدمجك كتير. يعني النطة إذا كانت من مكان عالي ممكن حتى تموت أحبابي. شوفوا أنتوا هلأ سرعتي في النفق، سرعتي أسرع من العربة أصدقائي. نحن طبعا أنا هذا الفيديو نزلته حتى بس فقط إيش آه فقط مشان تعرفوا انه كيف طريقة الجليتش. لاحظوا اصدقائي السرعة عندي، سرعتي اسرع من العربة اصدقائي. مثل ما قلت لكم طبعا هذا صديقي هون سبقني، هو مساوي السرعة تقريبا 80 سبقني. انا انت فيك تعمله للمية تقريبا 99 100. لاعب كتير أصدقائي سريع. مثل ما خبرتكم لا تبخلوا علينا باللايك، واللي مو مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد. كان معكم أخوكم محمد أبو الويس، دمتم سالمين.